ازاي يتم اعدام المصري في قضيه زي دي؟ وايه احكام الدين في ان هو يتعدم في قضيه مخدرات؟ وهل يجوز اعدامه في الساحه الكبرى ام لا؟ كل ده هنعرفه بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصحف المصريه وكمان العالميه ملهاش سيره في الساعات الاخيره غير عن المصري اللي تم اعدامه في المملكه العربيه السعوديه. تم اعدامه ليه وايه هي الاسباب؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهارده. المكان اللي اتعدم فيه محمد احمد حسنين مصري الجنسيه هو في الساحه الكبرى، وتم فيها الاعدام تعزيرا وليس حدا. ولازم نعرف ايه الفرق بين التعزير والحد. التعزير هو نوع من انواع العقوبات يطبق على الجرائم التي لا يوجد لها حد شرعي محدد، يعني ملهاش حدود، حسب ما يرى الحاكم، حسب ما يرى اللي ماسك القضيه. بيكتب بند تعزيرا، يبقى ده احنا بنحكم لصالح البلاد والعباد، ويترك تقدير بقى الحكم ده لحسب ما يراه مصلحه للشرع وللقانون وللدوله. وقد يشمل بقى حكم التعزير عقوبات مثل الحبس، مش شرط اعدام، لا، ممكن يحبسوا، غرامات، جلد، حسب طبيعه الجريمه وخطورتها. ويمكن ان تطبق برضه في حالات مثل اللي اتمسك فيها المواطن محمد احمد حسنين وهو بيروج المخدرات، برضه ليها حكم تعزير. طبعا دي احكام استثنائيه بيراها الحاكم، انما لو في حكم حد فطبعا الحد ما فيهوش اعدام الا لمن يقتل. من يقتل اللي بيقتل هو بس اللي بيتعدم، غير كده مفيش احكام اعدام في السعوديه على اي جريمه تانية، ولكن بيخش بقى حكم الاعدام في حكم التعزير. تمام كده احنا فرقنا بين الحد والتعزير. الحد شريعه ربنا، التعزير حكم استثنائي يحكمه حاكم البلاد. تمام، نرجع بقى لقضيتنا، وهي اعدام مصري باراضي السعوديه. محمد حسنين كان متواجد في المملكه العربيه السعوديه، وتم القبض عليه، وقررت المحكمه السعوديه تنفيذ حكم الاعدام تحت شعار تعزير. تفاصيل القبض عليه انه تم ضبطه اثناء الاتجار بالمواد المخدره للحجاج في السعوديه وغير الحجاج طبعا العاملين هناك يعني. وطبعا معنى هذا انه كان بيبيع للسعوديين والحجاج، وان استغرب التهم الموجهه بقى لمحمد احمد حسنين ان هو يتاجر بالمخدرات ولا يجلبها، يعني هو ما بيجيبهاش من الخارج، لا، هو بيشتريها من جوه البلاد ويبيعها جوه البلاد في السعوديه، ويتم توزيعها على العاملين والحجاج والمعتمرين، لان تم القبض عليه في محيط الحرم المكي. يعني اتقبض عليه في حوالين الحرم، حوالين المحيط بتاع الحرم، بيبيع لاي حد، معتمر، حج، عامل، سايح، مش فارقه معاه اي حاجه اهو. وبالتحريات عنه بقى تبان انه مقيم بجوار الحرم المكي. تم القبض عليه طبعا، ده بناء على تعليمات وتحريات. تم القبض عليه واصطحبوه الى منطقه سجون تبوك لغايه ما تم تنفيذ حكم الاعدام فيه تعزيرا، برضو عشان يبقوا فاهمين ان القضيه دي ملهاش حكم اعدام غير لما يكون الحاكم شايف ان ده فيه مصلحه للبلاد والعباد فقط. وطبعا القضيه دي الوحيده اللي هو تم فيها اعلان ان ده المصري، يعني كانوا في اي قضيه فيها اعدام بيقولوا اسم اللي اتعدم وبلده، ما يقولوش تفاصيل. القضيه دي الوحيده اللي الصحف السعوديه نشرت كافه التفاصيل، ان هو بيتاجر في المخدرات، وان هو مروج للمخدرات ولا يجلبها من الخارج، ويبيعها في الحرم المكي، ويبيعها للمعتمرين، ويبيعها كل التفاصيل، وعملوا عليها حديث المدينه في السعوديه. عشان كده القضيه دي انتشرت بسرعه، وده طبعا احنا بننشر القضيه دي عشان البني ادم يتعظ. يعني لازم نتعلم ان اي مغترب مسافر المفروض ما يبصش لاي حاجه حرام، يعني اتقي الله يعني. وطبعا تم اعدامه خلاص. التفاصيل بقى حوالين الجثمان، هيرجع مصر، هيتدفن هناك، ده ما نعرفوش، ربنا يصبر اهله وربنا يرحمه، هو دلوقتي بين ايادي ربنا.
بس احنا لازم بس نتعلم ان الواحد يتقي الله، لابد من انك تتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. انت راجل يعني، حتى يعني انا بستغرب بس ان انت بتبيعها للحجاج، وازاي الحجاج بيشتروا حاجه زي يعني. انا مش انه درجه دي، وانه بني ادم طالع يحج يشتري مخدرات او يشتري اي منكر او يفعل اي شيء لا يرضي الله، دي حاجه يعني. فحبيت بس ان اعرفكم سبب اعدامه سبب اعدام محمد احمد حسنين، للعبره وللموعظه. ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه في موضوع جديد برضه للعبره وللموعظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.